بيقولوا الشله في الوسط الفني بتجيب اعمال كتير وشغل الفنان، ده حقيقي؟ حقيقي جدا جدا، عشان كده ما بشتغلش كتير. أهلا بكم في قناة المحتوى الأصلي. في فيديو النهاردة هنتعرف عن اختفاء 6 فنانين ومنهم يشكو من غلاء المعيشة. في مهنة الفن لازم يكون ليك بيزنس تاني، لأنها فعلا مهنة مش مضمونة، يوم ليك و10 لأ، وهي الدنيا كده. قبل ما نبدأ حلقتنا عاوزك تنزل تعمل لايك، ولو أول مرة تسمعني اشترك في القناة تنورنا. وأول فنانة معانا هي الفنانة مروة عبد المنعم. مروة عبد المنعم من النجوم اللي أدوارها الدرامية قليلة جدا، مع إن بداية عملها في الوسط الفني كانت في مسلسل أم كلثوم. كانت بتقوم بدور أم كلثوم وهي صغيرة. مذاكرة ايه يا باسم؟ احنا في اجازة نص السنة. صحيح، معلش انا نسيت. اصل السماعة واحدة هاشكة. هاشكة؟ بيذاكروا. مسلسل أم كلثوم من بطولة صابرين، ومن ساعتها انطلقت مروة عبد المنعم وشاركت في مسلسلات مميزة وارتبط بيها الجمهور جدا. وبعد كده اختفاء غريب. ما تيجوا نشوف التصريح ده مع بعض. اختفاء؟ لا، هو مش انا اللي قررت. اوكي. ظروف ما تعرفيش سببها ايه، يعني في حاله من الاختفاء مش المسؤوله عنها خالص. انا كنت شغاله تمام جدا. لقيت اول سنه انا مفيش حاجه، الدنيا بتقل في اتجاه تاني، يعني ما اعرفوش. يعني انا مش من الشخصيات اللي هقعد استنى. وتاني فنانة معانا هي الفنانة وفاء مكي. وفاء في زمن معين كانت مشهورة جدا، وكان أشهر أعمالها مسلسلات، وأكتر المسلسلات اللي عملت لها شهرة كان مسلسل ذئاب الجبل اللي كان مكسر الدنيا وقتها. الواحدة بتطول انها تلاقي حد يحبها. حبو حنش لما يلوشه قد ما هو فضحني ببهتون كلها. طب وانا هتدلى وين في بهتون في العشيه؟ يا بت انا مش جاي لك اللي هتقعدي في. وكانت أعمالها قليلة لحد أزمة حبسها اللي اختفت بعدها تماما، وبدأت بعد كده الرجوع من تاني. وآخر أعمالها كان مسلسل الكابوس إنتاج سنة 2015. ومن سنة تقريبا طلعت وفاء مكي في لقاء صحفي بتقول إنها بتعاني من غلاء المعيشة وإنها مش لاقية شغل. انا بطلب ارجع شغلي، اقف على رجلي. انا ربنا عالم بحالي والدنيا خربانه من حواليا ومحدش طلبني، وانا قلت لا مش لاقيه. الديون غرقتني فوق من 400-500 الف جنيه. مش لاقيه حاجه. عملت استغاثه، لجأت والنقابه تعلم بمدى ظروفي الماديه دي، وقبل كده عملت سلفه مره واتنين في النقابه. وتالت فنان معانا هو الفنان طارق الأمير. طارق ممثل ومؤلف موهوب جدا، معظم أدواره كانت كوميدية والدراما كانت قليلة شوية. وأول ظهور كان في فيلم اللي بالي بالك مع النجم محمد سعد، وعمل عسل أسود مع الفنان أحمد حلمي وغيرهم كتير. يا باشا ده جميل جدا اللي تصلح علاقتك مع مدام فيحاء. دي ست رقيقة جدا، ست جوهر. عاوز تقول حاجة تاني؟ مش انا اللي هقول يا عمدة، اللي قبلنا هم اللي قالوا اللي يقرب من النار يتحرق. وآخر ظهور لطارق كان في سنة 2014 في فيلم صنع في مصر، ومن ساعتها لغاية دلوقتي لم يشارك في أي أعمال فنية، وكمان ما قالش إن هو اعتزل. يعني لما كل مواطن شريف بيعمل حاجة غلط يجي يسلم نفسه، احنا نشتغل ايه؟ ورابع فنانة معانا هي الفنانة شيماء العقيد. شيماء العقيد ممثلة سورية عاشت في مصر، بدأت الفن في شبابها، وكان أشهر أعمالها مسلسل الست أصيلة مع فيفي عبده، وشاركت في مسلسل من أعظم الإنتاجات في مصر، مسلسل حديث الصباح والمساء، وانطلقت بعد كده. وبعدين انت كل ما بتروح تقعد معايا بتيجي ليه متغير من ناحيتي؟ جابت احمد حتة واد شبهك الخلق النار. واختفت شيماء، وقررت سنة 2006 إنها تعتزل التمثيل تماما وتتفرغ لأسرتها ولأولادها ولزوجها. خامس فنانة معانا هي الفنانة أميرة فتحي. أميرة بدأت مشوارها الفني بالإعلانات والكليبات، وأشهرها كليب الفنان حكيم افرض مثلا. وبدأت بعد كده أميرة بالتمثيل، وكانت بدايتها في فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية اللي ساعتها كان مكسر الدنيا سنة 98. لما كنت ببص في المراية كنت بشوفك واحس هي. وانطلقت من هنا أميرة، وأبرز أعمالها صباح كدب. انا قديمه شويه مش هعجبك. ده عيب في الطلب. مع الفنان أحمد آدم سنة 2005. وحاولت أميرة إنها تغني، وعملت أغنية اسمها عقبال كل البنات، وكانت حلوة جدا بس للأسف ما كملتش. وآخر عمل ليها كان مسلسل ألوان الطيف، وفضلت مختفية من بعدها لغاية من 3 سنين بتصور فيلم اسمه أولها حلو، وده الفيلم اللي هرجعها للسينما تاني بعد غياب. تعالوا نشوف التصريح ده. عايزة اشتغل
انا محتاجه الشغل قوي. هو اتعرض عليكي الفتره اللي فاتت سيناريوهات كتيره وانت رفضتيها؟ افلام. ليه بقى؟ مش اللي انا عايزاه. انا مش عايزه تواجد. انا ضد فكره التواجد. انا مع انه مهما عدى وقت وانزل بعمل حلو الناس فعلا تحس انه قدمت حاجه حلوه وجديده، هينسوا لي بقى الغياب اللي كنت فيه. وسادس فنانه معانا وهي اخر فنانه، مايا نصري. مايا نصري مطربه وممثله لبنانيه، شاركت في اعمال كتير مصريه ولبنانيه، وبدات شهرتها من البوم اخبارك ايه اللي انتشر في الوطن العربي كله، وبعد كده شاركت في اكتر من فيلم واكتر من مسلسل مع النجم مصطفى شعبان زي كود 36، وعملت فيلم اسمه زنزانة 7، واخر عمل ليها كان فيلم اسمه ريما في سنة 2020، ومن ساعتها ما شاركتش في اي عمل فني تاني. وبكده يا صديقي نكون وصلنا لاخر حلقتنا. لو بتسمعني لغاية دلوقتي يبقى الفيديو عجبك، ما تبخلش علينا باللايك، ولو مش مشترك في القناة اشتراكك يشرفني وهجيلك كل جديد. سلام.